بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت البرتقال بأسهل طريقة ممكن تعمليها بيه عشان تاكليه مع الشاي بقى وانتي قاعدة كده بالليل بالنهار الصبح كده تفطري بيه. هيبقى معانا المقادير بقى: كوباية زبدة على زيت، كوباية سكر بودرة، معانا بيضتين، معانا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معانا باكو فانيليا، معانا 4 كوبايات دقيق. انا احتجت فوق ال4 كوبايات دي معلقتين. هنضرب المادة الدهنية اللي هي الزبدة والزيت مع السكر كويس جدا لحد لما يبقى لونه ابيض كده كريمي، وزي ما هتشوفوا قدامكم في الفيديو. وبعدين هنضيف البيضتين بيضة بيضة، كل ما بيضة تختفي هنضيف التانية. طبعا الكوباية اللي هتعايري بيها المادة الدهنية هي اللي هتعايري بيها السكر، هي اللي هتعايري بيها الدقيق. وطبعا هتحطوا رشة ملح. كده القوام بتاعنا بقى ابيض كريمي كده، وضفنا البيض والبيض اتخفق كويس. هننزل بالدقيق والبيكنج باودر واحده واحده. في حاجه ناقصه بقى: كوبايه برتقان. هنحط كوبايه الا ربع، مش كوبايه كامله، كوبايه الا ربع من عصير برتقان الخام. لو مش عايزه تحطي برتقان، او لو مش عندك عصير برتقان، ممكن تجيبي كيس تانك وتعمليه في شويه ميه، بيبقى نفس المقدار. دي انا حطيت هنا كوبايه الا ربع من عصير البرتقان مع بشر برتقان، يعني حوالي معلقة كبيرة كده من بشر برتقال، بتديه نكهة وطعم حلو قوي. هنفضل كده نخفق فيه واحدة واحدة بالمعلقة كده، نقلبه واحدة واحدة. هو البسكوتات والحاجات الناعمة دي ما بتحبش عجن كتير، يعني مش زي مثلا لما تيجي تعملي قرص او كده بتحتاج ان انت تعجنيها كويس علشان تطلعي مادة الجلوتين اللي فيها. لا، البسكوتات مش بتكون محتاجة كده عشان تبقى ناعمة معاكي. انا طبعا هحط 4 كوبايات دقيق، وهحتاج معلقتين كمان هتشوفوهم وانا بحطهم معاكم. لو انتي هتعملي بسكوت بالمكنه، انا هعمله بالكيس اللي هو بالكيس الحلواني، الكيس القماش العادي خالص بالتب بتاع اللي هو القمع بتاع البسكوت. هتروحي عاملاه بالكيس عادي. لو انتي عايزه تعمليه بالمكنه وعندك المكنه، هتزودي كميه الدقيق عشان تبقى العجينه متماسكه معاكي. يعني هتحطي مثلا بدل الاربع كوبايات دي هتحطي 5 كوبايات. انا كده ضفت كمية الدقيق كلها وبقلبه اهو عشان يبقى متماسك. هو بيبقى فيه تلزيقة خفيفة كده. انتي لما تعجنيه كويس خلاص ما عادش بيلزق، وبقى كويس وقوامه كويس جدا. وبتعبي في الكيس بقى بتيجي تشكلي، بتدخليه بقى بترصي كده، بتدهني الصاج بتاعك حاجة بسيطة جدا من الزيت، وتشكلي البسكوت بتاعك وتدخليه على فرن انا دخلته على فرن درجة حرارته 200، او انت تظبطيه وسط وتسخني الفرن شوية وتدخلي فيه حوالي 10 دقايق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.